يعني شو اللي يحلل الحكومه تلعب سياسه وتغيب على الجلسات ويحرم على النواب انهم ياجلون الاستجواب حتى يستمد للاسبوع القادم. بعدين الأخ بس دقيقه وهذا سياسه. بعدين الاخ خلف الدميثيري يقول لك خريجين فرعيات، شنو خريجين سجون؟ يبغى قانون الفرعيات مع احترام. بس دقيقه قانون، انا ما قاطعتك، لا تحط الكلام بس دقيقه الله يرضى عليك، انا ما قاطعتك لو تكرمت. اول شيء قانون الفرعي هو قانون غير دستوري وانا نعترف فيه، واقول لك ليش. مثل قانون التجمعات اللي تحديناه وكنا نجتمع، بس خليني اكمل. ما يصير الا لما تبطل المحكمه الدستوريه. خليني اكمل. اول امر قانون التجمعات كان موجود، كلنا تحديناه، كنا نجتمع. نعم. خلاص احنا مجرمين بقانون التجمعات. نفس الشيء الفرعيات. وزير الداخليه بس يعني الدعوه اللي لازم تقتنع بالقانون عشان تطبقه، هذه دعوه خطيره. اي قانون يخالف الدستور انا ضده. من يحدد اذا كان يخالف الدستور ولا لا؟ الدستور كفل لنا حق الاجتماع، لا تتكلم عن انتخابات الفرعيه، حريه الراي وحريه الاختيار. بس المحكمه الدستوريه هي اللي تبطل. المحكمه الدستوريه لازم تبطل. هو الان منظور امام المحكمه الدستوريه بقضيه فرعي مطير. لازم ننطر. بس دقيقه خلينا نسترسل في موضوع الفرعيات. دقيقه وزير الداخليه لما دخل الفرعيات وذكرها كمثال، لا ابو فهد انا ما ابي ادش بالفرعيات، ما ابي ادش. خريجين فرعيات يعني فرعيات شنو فرعيات؟ اختيار كل العالم تختار فرعيات، الاحزاب تختار. مو موضوع الفرعيات، ما ابي ادش بالفرعيات، خلونا في قضيه